ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ معلش انا حطيت بس البيض في الطبق كده، بدأت كده عشان ايه ما كنتش هصور، بس قلت لا اصورها. معايا 2 بيضة، معلقة محسن، معلقة معلقة فانيليا، معلقة من الخل. وهنا نزلت بكوباية من الدقيق، وهنحط طبعا معلقة بيكنج باودر، وهننزل كمان بربع كوباية من النشا، يبقى كوباية دقيق وربع كوباية من النشا، ونص كوباية مية ساقعة متلجة. بس كده، كل ده هننزل بيه. بس الميه ما تحطيهاش مره واحده، حطيها على مرتين او 3 عشان تديكي النتيجه احلى. وهبدا ايه يا جماعه، هنا بنحط البيكنج باودر. بعد كده يا جماعه هبدا اضربها بقى بالمضرب بقى معايا كده لحد من 5 ل7 دقائق، لحد ما تديكي القوام العالي. بس نقلبها تقليبه علشان لما نحط المضرب ما يعفرش. اهو يا جماعه كده نشتغل بقى فيها بالمضرب بقى كده معاكي بقى ايه من 5 ل7 دقائق 8 دقائق. المهم ان انت ايه يديكي النتيجه ايه اللي احنا عايزينها، اللي هو يبقى القوام الكريمي العالي معاكي كده. هنشوف مع بعض دلوقتي. سهله وبسيطه جدا يا جماعه، كيكه المانجا دي سهله وبسيطه جدا، واحنا في موسم المانجا دلوقتي. بصوا الكريمه بقت عامله ازاي معايا يا حبايب قلبي، بصوا اهو، ما شاء الله القوام زي الفل معايا، وعليت معايا وعامله فوليوم جميله اهي. هنفضيها طبعا، نحطها في القالب عشان ندخلها الفرن خطوه بخطوه كده. هنشوف مع بعض. على فكره مش مكلفه خالص يا جماعه، وسهله وبسيطه والله، ونتيجتها تحفه تحفه تحفه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنحط الخليط في القالب، ومعايا طبعا كيسين من الجيلي بطعم المانجا. انا حطيت عليهم 2 وربع كوبايه من الميه، ودوبتهم وحطيتهم في الفريزر عشان عايزاهم يسقعوا على بس ما اعمل الخليط بتاعي. حطيهم في التلاجة يسقعوا خالص، لان مش عايزينه يبقى سخن ولا دافي، عشان ما ينزلش على الكريمه بتاعتنا ويسيحها. هنشوف مع بعض دلوقتي. او يختلط بالكريمه، فلازم ايه نسقعه كويس قوي. والصينيه دي يا جماعه لما تخرج من الفرن على الاقل تسيبيها لمده ساعه، تتاكدي ان هي بردت خالص. وهنقلبها، نشيل منها ورق الزبده، وبعد كده هنتعامل معاها. هتشوفوا هنعمل ايه خطوه بخطوه، سهله وبسيطه ومش تاخد منك وقت خالص ولا تكاليف. 2 بيضة يا جماعة، كوباية دقيق وربع كوباية من النشا، معلقة محسن اللي هي البونو دي. بصوا حبايب قلبي، هنا انا بخرم الكيكة بتاعتي بالخلة. هسقيها شوية سيفن كده، بصوا شربها شوية سيفن كده خفاف، حوالي ربع كوباية مش اكتر، مش عايزة كتير، لان الكيكة بتاعتنا هشة وخفيفة جدا مش محتاجة. بس انا بطعمها بس بشوية سيفن كده. بعد كده هننزل عليها بالكريمه بتاعتنا، كريم جانتي، كوبايه كريم جانتي وكوبايه من اللبن او كوبايه من الميه، اهم حاجه تكون ساقعه متلجه. ما عندكيش لبن حطي كوبايه ميه، مش هنوقف على حاجه. تمام. هنوزع هنا الكريمه كويس قوي. ومعايا منجايه كبيره، هنقطعها شرايح. طبعا بالنسبه للتقطيع بتاع المانجا حبايبي، هتقطعوا الطريقه اللي انتوا عايزينها، عايزين تقطعوا مكعبات، عايزين تقطعوا شرايح، عايزين اللي انتوا عايزين بقى يتقطعوا، كل واحد وايه وذوقه بقى اللي انتوا بتحبوه. هنا معايا الكريمه كده تمام اهو. بص حبايبي، انا بديك الفكره وانت اعملي اللي انت عايزاه. الناس اللي اول مره تعملها يا جماعه هتبقى ناجحه معاكم، لان انا عاملاها بطريقه سهله وبسيطه جدا. بصوا حبايبي، هنرص المانجا كده. فنني بقى بالشكل اللي انت اللي يعجبك تعمليه. انا كنت ساعتها في المطبخ، وكنت بعمل الغدا، وكنت بعمل كذا حاجه والله، وعملتها كده بسرعه لان هم طلبوها مني، قلت لهم حاضر هعملها لكم. بصوا حبايبي، وده موسم المانجا بقى، دلعوا نفسكم بقى بشويه قبل المانجا ما تمشي. ماشي يا حبيبي، كده خلاص قربنا نخلص، وهنبدا بقى نجيب الجيلي. الجيلي اهو كنا عملناه 2 باكت جيلي بطعم المانجا، وعليهم كوبايتين وربع من الميه، عشان عايزه قوامه تقيل شويه. وهتوزعي الجيلي معاكي كده ايه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هتدخليها التلاجة لمدة ساعتين، او لو في الفريزر هتحطيها لمدة ساعة، وتطلعيها تقطعيها يعني على زي شكل الخرط بتاعة الجاتو كده، تقطعي تقطيعة الجاتو يعني، تديكي شكل حلو جدا، وهشة وخفيفة وجميلة. وألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، وأسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.